راديو بالجديد. اهلا بك ذاك، مرحبا بك على اذاعه راديو جديد. مرحبا يا خويا. ذاكر الجماهير مش فاهمه الحكايه نتاع خروج هشام بالقروي. خروج كان في اخر لحظات الميركاتو من الباب الصغير، يعني لو كان تفسر لنا شنو اللي صاير بالضبط في وضعيه هشام بالقروي. والله حتى انا مانيش فاهم شيء، معناتها اول مره باش نتكلم هكا ماني فاهم شيء. معناتها جوار انترناسيونال، قلت لهم خليته اجيب لكم فيه فلوس علاش يخرج هكاكا، لا يحبوا يفسخوا له. بحكم جمعيتي وكل جمعيه اخرى ما نرضاش، بحكم جمعيتي باش ما تصيرش مشاكل باش نفرغوا لهم بلاصه، رضيت ورضاه هشام، على خاطر ديما نقول هشام يحب الكلوب. ومالقري هذا كل معناتها حتى لكم توما باش نعطيكم يمكن سكوب، فما جمعيات كبار تترصد في التفسيخ بالقروي باش يصح، باش يعيطوا له حتى في اللحظات هذيا، وجمعيات كبار في تونس. وانا ما حبيتش ندخل في الموضوع هذا اللي هي فيها برشا فلوس، قد ما ياخذ هشام يمكن 5 مرات في الكلوب. وحتى انا بيرسونيلمون غروني بالفلوس وما رضيتش، خاطر انا نغزر قدام، انا نخمم على الكلوب، نخمم على جمعيتي. غزارة القدام اللي ما تجيش، رغم اللي هو احتراف ينجم يمشي يلعب في جمعيه اخرى. اما ديما انا مانيش خمم على الاشخاص، خممت على جمهور الكلوب، على محبه جمهور الكلوب لهشام. ما يجيش واحد في حاله غش يفسخها ولا يهلكها، على خاطر بالتخمام معناتها جوار انترناسيونال والجزائر. ديما نقولها الجزائر مش نابورت كال معناتها منتخب، وتيتولير نعاودها من ناحيه بلاصه اللاعبين تلعب في من اقوى الفرق في اوروبا. يجيو يفسخوا له هكاكا، ما تو مانيش فاهم. ما احنا راضيين، اما انا اللي يغيرني كذا ما نفعت جمعيتي، وما تشريه بالفلوس يتباع بالفلوس. حسيت ماني فاهم شيء، ما نجمش نفسر لك حتى شيء. ما فهمتش شنو اللي صار، رغم اللي جيت في ديسمبر على بكري واتصلت بهم وطلبت منهم، خاطر في الصيف نفس السيناريو، الناس تنبر. ونقولها علنا اسامه السلامي باش يكون معكم واضح، حد اخر في الكلوب من اللي جاء من يمكن محسوب هشام على المسؤولين السابقين، يمكن هذاك الواش متقلق هو شويه. ونعطيكم زاده من هنا قدام اللي من تعاملوا الكل تشوفوهم بالواحد بالواحد باش يخرجهم سي اسامه. هو اخويا فني كبير، يعرف ما يصلح بالكلوب خير مني. احنا نرضاو بالقرارات الكل، نو سون بروفيسيونيل، واي قرار احنا نرضاو له. من اللي جاء هشام النادي الافريقي وهو حاطه في مخه، ومعناتها باش يوصل الى حيه ويعطيه الصحه، او سمحها ويعطيه الصحه. انا اللي غيرني على خاطر هشام بالقروي باش يمشي لنادي كبير في اوروبا، حبيت ننفع جمعيتي، معناتها ما حبوش اخويا. شو باش نقول، الله غالب. ونتمنى كل خير لجمعيتي، وغدوا يطلبوني يحبوني نعاونهم، مالقري اللي صار الكل نعاونهم ونمد صدري للكلوب. وهشام ان شاء الله يلقى الخير، والكلوب ان شاء الله يا ربي تهز تيتروات الكل. وان شاء الله نتمنى لها كان توصل الكلوب بخروج هشام تستحق معناتها توصل باش تهز تيتر وتهز الشامبيونز ليج ويخرج هشام، انا بيدي نرضى نفسخ له. انا للبارح البارح نقول لهم خليوا هكاكا، تو نجيب لكم فلوس فيه يوم قدام الراي العام تباع بالفلوس انترناسيونال يا رسول الله. ما الحمد لله الحمد لله يا رب ان شاء الله الكلوب. أنا قلت لك خروج هشام كان لازم انه يخرج باش الكلوب تهز شامبيونز ليج وكوب وكوب تونيزي وشامبيونات. ان شاء الله راهو هشام خرجته عندي مده من الكلوب، وهو بيدو يتمنى بكل خير للنادي الافريقي ولجمهور النادي الافريقي، خاصة الجمهور مش ناس خاص. خاطر وقت اللي الفترات اللي تعديت على مناول واللي انا عشتها من اولها لاخرها، والشامبيونات في جرجيس وماتش الاهلي وبرشا ماتشوات والفترات الخايبه والباهيه، وريت هشام كيفاش عاشهم، وصل معناتها يخمم في الكلوب اكثر من امه وابوه. وصل فتره الراحه وقت اللي الناس كل تروح للبلدان ولازم يروح الجزائر ما يروحش، ويقعد في الدار 3 ايام ما يخرجش بعد خساره قابس في المرسى. ولما انا نجيب له الماكله للدار خاطر يحشم باش يخرج يقابل الناس، ماني ما عملناش اي واحد ماشي مركبه الحكايه، معناتها حاجه في قلبه دخل. ما الحمد لله الحمد لله. ذكر المعنويات كيفاش تو يعني؟ لا والله معنوياته مرتفعه. انا قلت لك هاي زدته حاجه برك اللي جمهور الكلوب معناتها هو محترف، فما تعاطف مع جمهور الكلوب، حب جمهور الكلوب. معناتها اتمنى روحه وما يقعدش طول هو في جمعيه،
اما نوعيه الطريقه ما حبيش هكاك، امرنا به وللتاريخ اللي طلبوه عملناه. ما نحبش نحكي تفاصيل، هذه كوزين انترن ماديا واللي تصور في بالك. وهشام خلى برشا فلوس سامح فيه، ومن غير ما قلت له انا، ومن غير ما تقويت عليه انا باش يسامح. واحد قال لي اللي يطلبوه مني انا مسامح فيه، وخلى برشا فلوس وقصد ضرب من غير حس، من غير شوشره، من غير شكايات، من غير حتى شيء، اللي هي معناتها درجين ولا ربع ساعه قبل ما يسكر الميركاتو. مي الحمد لله فما 4 ولا 5 جمعيات كبار كبار كبار، وانا حكيت مع المسؤولين وفما ربي فوق، قلت لهم ما تعملوا شيء خويا، تحبوا تخرجوه 10 15 يوم نجيب لكم فلوس ننفع النادي الفريق. قالوا لي اوكي، بعد نص ساعه انا اجى تو باش نفسخوا. تفضل هكا. هذا يكتب واحد جمعيته لازم ما يخدمش محترف، يخدم